السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا المنظر الجميل الرائع دوت. اتفضلوا معانا. وعملت شايفين عملت كنافة بقى عشان انا عارفين ان انا برضع وعايزة بقى ايه بالليل كده في الشتاء اكل حاجة مسكرة. شايفين الجمال والحلاوة دي؟ كنافة بالمكسرات، وقبل كده كنت عاملاها بالكاستر بالكريم. شايفين الجمال؟ هقطعها لكم دلوقتي وتشوفوها من جوه تحفة. هقلبها لكم كمان. وشايفين عملت جيلي بالموز، حاجه مسكره كده نطلع في التلاجة عشان انتوا عارفين ان الشتا بيحب الحاجات المسكره عشان يديكي طاقه بالدفى. فزي ما انتوا عارفين بقى كده حبايبي قلبي قلبتها اهيت. انا ليا ملاحظتين على الكنافه. انك طبعا كلكم شاطرين وكلكم دايما بتعرفوا تعملوا الكنافه فوق راسي من فوق، بس انا ليا ملاحظتين انك تكتروا السمنه فيها في الكنافه وتدعكوها كويس جدا جدا بالسمنه. انا حاطه فيها سمنه بلدي على سمنه ايه نباتي عاديه، بس سمنه نباتي حلوه نظيفه، عشان طبعا مش هلحقها. ما شاء الله هي بتشرب سمنه كتير، مش هلحقها سمنه بلدي. وتدعكيها بسكر بودره او بسكر، والاحسن والافضل ليكي انك تدعكيها بسكر مش بودره، سكر خشن اللي هو بتاع التموين، بيخليها تحمر بالشكل ده وتبقى جميله وتحفه. شايفين الجمال والحلاوه؟ ودي القطاعه اللي انا كنت اشتريتها معاكم قبل كده هقطع بيها واوريكم. شوفوا سامعين القرمشه؟ مقرمشه وجميله ولذيذه بقى. وكل سنه وانتم طيبين بقى، رمضان على الابواب وهنعمل كنافه كل يوم، وربنا يتولانا برحمته يا رب، وتكون الاسعار كويسه في رمضان والناس تعرف تعيش كده، عشان الناس تعرف تاكل وتشرب في رمضان. مش عارفه هنروح لحد فين يا حبايب قلبي. ما شاء الله عامله حاطه فيها جوز الهند وزبيب وفول سوداني. والجيلي لما تيجي تقلبيه ما تقلبهوش كتير. انا شلت القطاعه وجبت السكينه عشان هي ما شاء الله عشان مقرمشه فبتفلق. حبايب قلبي تحفه. والشربات تيجي تعمل تحطي كوبايتين سكر، اقل من كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، وتقومي حاطه بقى ايه في نص الغليان كده، في نص ما تستوي، في نص السوا. انا بعلمكوش طبعا، انتوا كلكم فوق راسي وكلكم ما شاء الله عارفين كل حاجه. بقول للبنات المبتدئين إيه، تحطي معلقه جلوكوز. معلقه الجلوكوز هي اللي بتظبط الشربات. انا بعمل الكنافه جميله جدا، انا متعلماها من ماما الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمه. متعلماها منها، كانت دايما تحب تعملها بالكاستر وبالساده. والجيلي بقى اللي اقول لكم ليا ملاحظه فيه، لما تقعدي تقلبي فيه كتير 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 بيعمل رغاوي. فقلبيه بالراحه بالراحه كده مع الميه السخنه والسكر عشان ما يعملش رغاوي. اهي الرغاوي ده اهي، بس بتبقى فقاقيع كده. قلبيه بالراحه عشان ايه يطلع كويس كده وجميل. وتفضلوا بقى. شايفين الجمال؟ شايفين سمكها؟ هدوقها لكم وانا معاكم عشان ايه اقول لكم رايي بصراحه. ما لذيذ. اتفضلوا معانا بقى. يلا شجعوا قوموا اعمل ايه. طعمها لذيذ يا جماعه ومش مسكره قوي وحلوه. يعني بصي احسن من اللي بتشتريها في البيت. احسن هتروحي تشتري كنافه دلوقتي هتلاقيها بالشيء الفلاني، هتلاقيها ما شاء الله غاليه جدا. كل حاجه غليت، الناس ما عادش عارفه تشتري حاجه. والله كيلو كنافه السنه في رمضان اللي فات كان جوزي بيجيبه ب20 جنيه، دلوقتي ب35 جنيه. كنافه اللي ما كانش ليها قيمه، كنافه العاديه العجينه. المهم بقى يروح قلبي شجعي كده واعملي. مش عايزه ابطل اكل فيها. سبحان الله، قبل ما اخلف مازن كنتش بحب اي سكريات خالص قبل ما اولده. اما ولدته وبقيت ارضع بقيت اشتاق للسكريات كتير، عشان برضع بقى بحس بالعطش دايما على طول، بالذات في الشتاء ببقى عايزه اكل حاجات مسكره. فبقوم بقى اعمل اخترع بقى اي حاجه كده في البيت وانا قاعده كده. الواحد بقى ايه، بدل ما تبقي قاعده سقعانه وكسلانه وانتي قاعده في السرير ونايمه في السرير وحاسه بكسل، طول ما انتي قاعده حاسه بكسل وسقعه، هتقومي تشتغلي هتنشطي وهتدفي وهتحسي بالدفى. مع ان الشتاء السنه دي جميل والله، مش زي السنه اللي فاتت ساقعه قوي. السنه دي ما شاء الله الشتاء كويس جدا. اتفضلوا معانا بقى يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك، بالله عليكم بالله عليكم حبايب قلبي. لايك واشتراك، ما تنسونوش في اللايك. اياك تنولكم وتنولوا اعجابكم، اياك تعجبكم وتنولوا اعجابكم. على رأي ماما حنان العسل، ام قلب كبير، الحنينه الجميله، الانسانه الجميله، طيبه الطاهره. ربنا يبارك في عمرها يا رب ويخليها لي. ماما حنان متحرمش منها ابدا.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله.